ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا بصور لكم برضو النور مقطوع. تمام. نزلت فيديو مره على قطع النور وقلت مصر ما بتنورش، مصر مش لمبه تحبها وقت ما هي قايده ولما تطفي تكرهها. المهم نزلت الفيديو ده على قناتي على اليوتيوب، ونزلته على التيك توك، ونزلته على الفيس بتاعي وكده، نزلته على كل المواقع بتاعتي يعني. طبعا التيك توك ده حاجه طبعا ولله الحمد يعني بيحذف الفيديوهات على طول، لانه هو اساسا داعم للارهاب، وده امر طبيعي. وباي موقعهم طبعا طبيعي، طبعا مواقعهم كلها كده. المهم نزلته، لما نزلت على اليوتيوب جاب مشاهدات حلوه، بس جاب تعليقات احلى ضحكتني قوي من شويه ناس هبله كده. اللي طلع يقول لي انت بتطبلي، واللي طلع يقول لي انت بتعرضي، انت مش عارفه مستفيده، انت لجنه، انت مش عارفه ايه. طيب، اولا انا ما جبتش سيره اي حد في الفيديو اللي فات، ولا اتكلمت على اي حد غير القطع الكهرباء، وانها كانت بتقطع في كذا وكانت زمان مش موجوده وبس، يعني ما خصصتش حد. طيب انت شايف او انت شايفه اللي دخلت قلت لي البقين الحمضانين بتوعك دول، اللي انا متاكده منهم ان انت لجنه اساسا وبتلفهم على اي موقع تسمعوا، بس تشوفوا بس او تسمعوا كلمه مصر، يجي لكم اكلان. طيب دلوقتي انا ما جبتش سيره حد. يا مصر اهراكم قوي كده؟ يعني كلمه مصر حتى اهراكم؟ يعني مشكلتكم مش دلوقتي، انتوا بتاكدوا لنا انتوا مشكلتكم مش مع شخص، مش مع الرئيس مثلا او مع شخص معين، لا، انتوا مشكلتكم طلعت مع مصر نفسها. مصر نفسها يعني كلمه حتى قهرتكم. انا بقى بطبل في ايه؟ تطلعوا قولوا لي انت بتطبلي. طب انا واحده كمستفاد هعمل قناه على اليوتيوب ليه؟ وانا مستفاده بقى، باخد فلوس من هنا ومن هنا عشان اطبل لبلدي. طيب بتتهموني بان انا لجنه وان انا مش عارفه ايه، بعرض ومش عارفه إيه. انا كان كلجنه، هي لجنه بتطلع بصوتها ما شاء الله، اول مره اعرف ان اللجان بقت بتطلع بصوتها يعني، وتصور في بيتها وكده. حلو حلو، فكره جديده. يعني فكره جديده ان انتوا كلجان هبله بتطلعوا خدتوا اوامر بالكلام الاهبل ده برضو. يعني عشان طبيعي انتوا اساسا مخكم مش موجود، فطبيعي انتوا قطيع، فبتمشوا ورا الكلام اللي بيتقال لكم عشان تروحوا تنقلوه. كاتكم 60 خيبه. يعني مشكلتكم مع مصر، مش مشكلتكم مع شخص. هتموتوا وتخربوها. لو السوريين ولا السودانيين ولا الفلسطينيين طبلوا لبلدهم زي ما انا بطبل لها، كانت بلدهم بقت موجوده، وما كانوش موجودين في اي بلد عند حد خالص. والحمد لله، ده شرف عظيم لو تعلموه، عظيم. بس انتوا لسه هقولي انتوا كده، انتوا كطبعكم كده للاسف. انتوا ولا عندكم اصل، ولا عندكم فهم، ولا عندكم ربايه طبعا، عشان انتوا شتمتوني وده امر طبيعي. فمش هلوم عليكم، والله ما هلوم عليكم، انتوا صعبانين عليا بس مش اكتر. فانا عملت لكم الفيديو ده عشان مش هعرف طبعا. انا طبعا رديت على كل، لان انا الحمد لله ما بسيبش حقي حتى في التعليقات، ما بسيبش حقي. وهرد عليكم تاني وتالت وعاشر. هتغلطوا هغلط فيكم، ما بسكتش لحد. وبالنسبه للناس اللي شكروني واللي قالوا لي واللي عجبهم الفيديو، متشكره لكم قوي ان الفيديو عجبكم. وربنا يخليكم طبعا. واللي بالنسبه للي زعلان من الفيديو، مش مشكلتي، ولا عادي. انا بالنسبه لي انتوا ما تفرقوش حاجه اصلا، يعني انتوا بالنسبه لمصر ما تفرقوش حاجه، ومش هتفرقوا ليا برضه. يعني عادي بالنسبه لي، انتوا كشويه متخلفين او لجان، دي شغلتها، ما تفرقوش عندي حاجه. ولا الحمد انتوا بالنسبه لي صفر. وعايزاكم تشتموا تاني، وعايزاكم تغلطوا فيا تاني، وانا كلجنه او كبطبل لبلدي مبسوطه جدا باللقب، ومبسوطه جدا بان انا بطبل لبلدي. ويا رب يا رب كده افضل عايشه لغايه وانا بطبل ليها، وحابه بلدي وعايشه فيها في امن وامان، حتى لو النور مقطوع انا مبسوطه الحمد لله. ما تنسوش احنا ما مشيناش مرسي علشان كهرباء كانت مقطوعه، لا، مرسي كان جاسوس وانتوا عارفين حاجه زي كده. احنا ما مشيناهوش او ما نزلناش عليه عشان كده، وانتوا اكتر ناس عارفين حاجه زي كده. بس انا نسيت ان انتوا ما فيش مخ عشان تفهموا الكلام ده. يلا مش هديكم من وقت كتير، بس انا حبيت ارد. سلام عليكم.